اوعوا ان انتوا تربوا عيالكم. معقولة الكلام ده؟ فعلا يا جماعة، اوعوا ان انتوا تربوا عيالكم. الموضوع ده مهم جدا، لازم ان احنا نفهمه كويس ونتفرج على الفيديو للاخر عشان نفهم مضمون الكلام عبارة عن ايه. قبل اي حاجة هندخل في التعليقات نصلي على النبي ونعمل شير ولايك وكومنت الفيديو عشان يوصل لكل الناس اللي نعرفها. بصوا يا جماعة، النهاردة لما بنربي ولادنا زيادة عن اللزوم ما بيعرفوش ان هم يعيشوا في المجتمع، ولو سافروا بره هيتعبوا، ولو قعدوا هنا مع ناس اقل منهم شوية في الثقافة هيتعبوا. عشان كده ما ينفعش ان احنا نربي ولادنا قوي. بس نعمل ايه؟ مفروض بقى نعمل ايه؟ نربي الولاد ان هم يفهموا الفرق ما بين الصح وما بين الغلط، ما بين الادب وما بين الصياعة. يبقى فاهم الكلام اللي بيتقال قدامه، لكن مش شرط ان انا اخليه يبقى صايع، لا، ومش شرط ان انا اخليه مؤدب 100%. لازم تتعامل مع الانسان المؤدب والمحترم بادب واحترام، لكن الانسان اللي هو الصايع بطبيعته واللي بيبلطج عليك لازم تبين له ان انت قده، لازم تبين له ان انت فاهم الكلام وفاهم الطريقة عشان ما يبلطجش عليك. النهاردة الناس لما بيلاقوا واحد طيب قوي بيقولوا عليه اهبل. لما بيلاقي ان هو قاعدين كده في قاعدة ويقعدوا يلقحوا بكلام ويقولوا تلميحات، والشاب اللي قاعد ده مش فاهم، متربي اخلاق، مش فاهم الكلام اللي بيتقال، كل اللي قاعدين حواليه بيقعدوا يشتغلوه وهو للاسف مش فاهم حاجه. لما تبقى بنت متربيه قوي ومش فاهمه اللعب اللي ممكن واحد شاب يجي يلعب عليها ويرمي كلمتين في ودنها علشان ياخد منها اي حاجه مش كويسه، ما بتبقاش فاهمه هو عايز ايه، ممكن تتعامل معاه بحسن نيه وبالتالي ممكن يضحك عليها. لكن البنت الإدارجية الناصحة الفاهمة لما يجي واحد يلفها بكلمتين تلفه تخلي رجليه فوق وراسه تحت. لما يلاقي البت جدعة قدامه هو يخاف يغلط معاها، يخاف يقول لك دي مش هتسكت. لكن البت الهادية الطيبة هتعمل لي ايه؟ هتخاف، هتسكت مني، هتعمل اللي انا بقوله. لما يلاقي اللي قدامه نصحة هو هيقلق منها. عشان كده لازم افهم بنتي كويس يعني ايه شاب ممكن يرمي في ودانها كلام، ممكن يشتغلها. لا، بنتي مفيش شاب يقدر يشتغلها، مفيش واحد يقدر يمسك راسها يلفها. لازم تبقى فاهمة كويس. ابني لازم يبقى جدع، ما تجيش واحدة تنصب عليه في فلوس، ما تجيش واحدة تثبته وتقول له ان انا بحبك وانت عشان تقلب من وراه حاجة تاخد من وراه مصلحة. لا، لازم ولادنا يبقوا واعيين وفاهم كويس قوي ازاي يتعامل مع الصايع وازاي يتعامل مع المحترم. لكن لازم انا كأسرة اكون مهيئه ان هينزل هيقابل في الحياة اليومية النوع ده وهيقابل النوع ده. لو سافر بره هيتعامل مع المحترم ومع حد غير محترم. لازم ابقى انا مجهز ابني او بنتي للظروف اللي هيتعاملوا فيها وللبيئة اللي هيتعاملوا فيها. علشان كده اوعوا تربوا ولادكم قوي وفهموهم الصح بين الغلط وبين الصح عشان يعرفوا يعيشوا في الدنيا اللي احنا فيها. يا رب تكون المعلومة وصلت، واشوفكم يا رب بكل خير. السلام عليكم.